اكبر غلطه ممكن تكوني بتعمليها وانت بتحاولي تعالجي بشرتك انك تفتكري ان البشره اللي فيها حبوب زي البشره اللي ملمسها خشن، والفرق الاساسي بينهم هو الانفلاميشن، يعني الالتهاب. طيب يعني لو عندك حبوب تحت الجلد زي اللي في الصوره دي، بشرتك خشنه والملمس مش ناعم، دي حاجه اسمها تكتشر، وده بيحتاج تقشير بسيط ينظف المسام وكمان يجدد سطح البشره. وهنا يجي دور زيرو بور باد، وده فيه BHA اللي هو سلسليك اسيد بينظف المسام من جوه، BHA وده مقشر خفيف بيجدد البشره. اما لو عندك حبوب حمراء ملتهبه مؤلمه او كبيره، ده نوع مختلف ومحتاج تهدئه مش تقشير، وهنا يجي دور السكسانيك اسيد بيلينج باد، بيعمل تهدئه فوريه بيقلل الاحمرار، وكمان بيتعامل مع البكتيريا اللي بتسبب الحبوب من غير ما يهيج البشره. انا عارفه ان انت هتتلخبطي فكتبت لك الفرق ما بينهم تحت الفيديو. طب لو انت عندك النوعين مع بعض، تكتشر في الجبهه وحبوب في الدقن، اقول لك على هاك لذيذه قوي. هتقصي تونر باد نصين او حتى 4/4، واستخدمي كل نوع على المنطقه اللي انت محتاجاها، كانك بتعملي ماسك مخصص لكل جزء في وشك. لو عندك نوع تاني مشاكل مش عارفه تصنفيه، اكتبي لي في الكومنتس وهقول لك تستخدمي ايه.